ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة نورسين ودي قناتي، قناة مطبخ ام البنات. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكيك اليومي. كيك هش وطري وناعم جدا من جوه وهش جدا زي القطن كده، وهنعمله كمان بدون بيض ولا حليب وزي ما الحليب واللبن غلي. فقلنا بقى نقتصد ونعمل الكيكة التحفة دي. مش هتبطلي تعمليها وهتعمليها ان شاء الله كل يوم، وهتستغني عن وجع الدماغ بتاع الفطار والعشاء. كوباية شاي بقى حلوة كده، وتعالي اتفرجي معايا وشوفي المقادير. بس ما تنسيش تحطي لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. عندي كده في بولة هحط كوباية من السكر حبيبات عادي وكوباية من المية، وهبتدي ان انا ادوب السكر بتاعي دوت كويس جدا. ده ما استخدمناش بيض يا بنات ولا اي حاجه. عندي بقى هنا اختيارات كتير. انا حطيت كيس من النسكافيه، انت ممكن تحطي بدل كوبايه الميه تحطي كوبايه عصير برتقال، او كوبايه ميه متدوب فيها كيس فروتي. عارفينه الفروتي اللي هو بيبقى زي التانج كده كده، اللي هو بيبقى عصير برتقال باودر يعني. وهحط كمان معلقه من الخل. يبقى انت عندك كذا اختيار. ممكن تعمليها بالبرتقان اللي هو الفريش، او ممكن تعمليها بالكيس الفروتي البرتقان البودر دوت اللي بيتباع عند اي حد، يا اما تحطي كيس نسكافيه زي ما انا حطيت كده. هحط بقى كمان نص كوبايه من الزيت، وابتدي بقى ادوب المكونات كويس جدا. هجيب بقى عندي كوبايتين ونص من الدقيق. اهم حاجه تكوني نخله الدقيق كويس، يعني انا نخلته قبل كده وهنخله كمان مره معاكم. كوبايتين ونص يا بنات من الدقيق. هبتدي بقى ان انا انخل الدقيق بتاعي كده كويس كده عشان يدخل فيه هوا وتطلع الكيكه بتاعتنا هشه كده وطريه وكلها حنيه. هحط بقى كمان كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف. احسن من البيكنج باودر استخدمي اللي هو الكيك شيف، بيبقى فيه محسنات اكتر من البيكنج باودر العادي. وهبتدي بقى ان انا اقلب المكونات بتاعتي كده بالمضرب السلك كويس جدا. يلا يا قمر انت وهي قومي اعملي الكيكه دي وفرحي بيها ولادك. طبعا الجو ابتدى بقى يشتي وطبعا احنا طول ما احنا قاعدين في الشتاء بنبقى عايزين ناكل اي حاجه. هبتدي بقى ادوب. بصوا بقى الخليط بتاعي بقى تقيل جدا. هنجيب بقى ايه المكون الاخير معايا، وهو كوبايه الا ربع من الميه المغليه. بصوا الميه طالع الدخان بتاعها ازاي، يعني انا طفيت الكتل وفضيتها على طول. لازم تكون الميه مغليه يا بنات. هبتدي بقى ان انا هدوب بقى الخليط بتاعي دوت لغايه لما يفك كده ويبقى قوام الكيك بتاعي اللي انا عايزاه. هوصله وهوريكم شكله عامل ازاي. تبتدي بقى تدوبي كده. كوبايه الميه دي يا بنات فايدتها ان هي بتطري الكيك وبتخليه ما يشققش عشان ما فيهوش بيض. هبتدي بقى ان انا ادوب كده الخليط، ودوت هيكون شكله النهائي. ما تبخليش عليا بلايك لو لسه مكمله معايا الفيديو. هجيب بقى الاسباتيولا بتاعتي وابتدي اقلب من فوق لتحت كده عشان لو في اي تكتلات من الدقيق. وهجيب بقى الصينيه اللي هي فيها الخرمه اللي في النص دي معرفش اسمها ايه. هبتدي بقى انزل الدقيق بتاعي او خليط الكيك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تعمليها في اي صينيه متاحه عندك، مش شرط الصينيه دي، بس هو يعني ايه شكل كده وتكات وحركات عشان خاطر الفيديو. هنبتدي بقى ننضف الصينية بتاعتنا من فوق كده عشان خاطر اي حاجة من الكيك جت على الصينية هتتحرق كده وتعمل ريحة مش ظريفة. هبتدي بقى ان انا اخبط الصينية بتاعتي على الرخامة مرتين تلاتة كده عشان تطلع الهواء. ودلوقتي هدخلها الفرن سخن متسخن من قبل منه يا بنات، وهتاخد في حدود ساعة والا ربع كده. وده بيكون شكلها بعد ما تطلع. بصوا بقى طريه وهشه ازاي. انا بقطعها لكم وهي سخنه، وهتشوفوا دلوقتي الدخان بتاعها طالع ازاي. انا كنت مستعجله ان انا اشوف النتيجه بتاعه الكيك، وبصراحه النتيجه عجبتني جدا جدا. اتمنى انتوا كمان تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وان شاء الله العيلة بتاعتنا تكبر وكمان اكبر بيكم والقناة تكبر بيكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف الف سلام.